ما أعرف شلون أعبر على الشيء اللي شفته اليوم. والله العظيم شيء. ألف الحمد لله إجا ابننا، كملت العائلة وهواي فرحانين هسه. بس انتظروا لحد ما ريم تقول لكم شنو مرت، لأن أعتقد أنا مريت بهيجي. كنت توفيت قبل ما يبلش هذا نص هذا الألم وأنا كنت رايح فيها. حسيت بماريبل هواية تعبت، بس هالمرة لزمت الممرضات يقوموا يطيرون بالهواء عشان تقول لهم هسه تنوموني، هسه طلعوا لي اياه بعمليه، هسه يجي وهذول طايرين بالهواء ما يعرفون شلون يوقفوها. صبري بس دقيقه جاي. المشكله اول دكاتره اجوا شافوها الريم قالوا ايه هسه شوي وتولدين، بس طلع كل غلط عشان باقي لها وقت وما انطوها ابره الظهر. كنت بقدر ولد بالبيت لانه ما اعطوني شيء يخدرنا وانه يشيل الوجع، كله كان طبيعي. بس الف الحمد لله، الف الحمد لله. الو ماما، شو وقت راح تبلشون تصورون الفيديو؟ اخويا صار عمره 2 سنين. ماما وينك؟ اخويا طلع لي شوارب وانت ما صورت الفيديو. يا حبيبي تجينا ننبسط. ايوه ولو الدنيا تكربست. فرحانه صار عندها اخ. لو بتشوفوا شكلي بلا هالميك اب وهالشعر وهالرموش تشبهني. توأم جوزي. بس كمان لو بتشوفوا شكلي بفلوج الولادة تاع ماريبل كنت كتير ورمانة. كيفكن؟ شو اخباركن؟ اشتقنا لكم كتير، يعني إلنا عمر ما قاعدين قدام هالكاميرا. حتى هاي الكاميرا اصلا ناسي وجوهنا، عبالها بعتها حتى البطارية انفضت. يعني انا شاحنهم ذول البطاريات مال الكاميرا بس كلهم خلصوا، يعني هالقد ما بدنا نستعملهم. فلازم نحكي بسرعة كتير. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. لا اريد طاقة اكثر، يعني انه لا بفيقوا. اوكي. سوري. بس هيدا نهار 11 لا 12 من الولادة. بس أنا كنت لازم شوي هيك سيطر على الوضع، يعني هلا إذا هو نام هديك بتفيقه، إذا هديك فقت او اذا هذيك قاعدة من النوم اثنيناتهم يقعدون ويبكون ويا بعض. حتى أنا اليوم هلا ما عندي وقت يعني، بس قلنا لازم. حتى عندنا خطار بالبيت بس هدينا الباب كمان. على مود نلحق يسوي هذا الفيديو. هذا الفيديو قلت لها ريم انه يعني مدى اتخيل يصير، ما اعرف ليش يعني بلا هالقد مدى اللي بدنا نمر به مدى يسمح لنا نصور غير هاي الفيديوهات بدنا نسويها للانستغرام هاي واللي هي طولها بس دقيقه. وحتى احنا تعودنا انه الفيديو يكون دقيقه واحده بس. هسه ما اعرف شلون راح نرجع تذكرين فيديوهات عشان نسويها 20 لا دقيقه. ممكن لما انا عن جد كتير بحب اليوتيوب وحابه ارجع لليوتيوب، بس انا واقعيه يعني ابدا مش هلا وقت اليوتيوب نرجع. يعني يمكن لما زين يصير عمره سنه يصيروا هول يلعبوا ويصير في محتوى معهم. اوكي، بس هيك صريخ وبكى ووجع بطن لانه مش ظابطه يعني. ان شاء الله بالمستقبل. بس هواي عالم تعرفين عندهم القدره انه يقدرون يجيبون الكاميرا ويصورون ويمنتجون بهالاعمار اطفالهم، بس احنا صراحه يعني كل واحد يختلف عن الثاني. وانا ما عندي شيء صوره، صوره ما نقدر نسوي مثل غيرنا يعني. ما عندي شيء صوره غير انه عم طعمه وحفظ عن جد. فلوج الولاده هو شيء حلو يعني بالنسبه لنا كمان. فبنحبه دايما يكون مثل ذكرى، يعني لليوم نحضر فلوج ماريبل ونتاثر وكل شيء. فهذا اكيد حيكون عنده فلوج كمان. بس لنرجع لهداك النهار، ملاحظه صغيره. اعرف انه اني يعني حسب اللقطات اللي راح تشوفوها بالمستشفى وهاي كنت دا اصور، بس من صدق حاس نفسي بدون احساس انه انا شلون اطلع كاميرا وهي مثلا قاعده تتولد وبهيك يوم. لين اول مره سويتها ريم هوايه فرحت بالفيديو فشجعت شويه اسويها هالمره همين، بس مو من قلبي والله العظيم. يعني مثلا واقفه بالمستشفى من حالة لحالة وانا قاعد اصورها. عارف انه انا ما اقدر اسوي شيء يعني وانا اعرف انه ما اقدر اسوي شيء. يعني بالشو ما عليك هيك صورتنا. اوكي لنرجع لنهار الولاده. انا حطيت كمان بوكس على الانستغرام واجاني كتير اسئله حجاوب عليها. بس لنرجع لنهار الولاده. عم راح احط لكم لقطات انا عم بحكي. فقت ب 18/9، كانت الساعه 11 الظهر لما حسيت انه اجتني اول طلقه، بس كانت كتير خفيفه.
واول سؤال عم بحكي لكم اياه هو انه انا ولدت طبيعي، كرمال هيك عم بحكي لكم عن تجربه الطلق وكيف. المهم بلشت عندي اول طلعه على الساعه 11 بس الصبح، بس كانت خفيفه، يعني كانت محموله وخفيفه، بس عرفت انه في شيء عم بصير. بس لا تولدين بالمطعم. كانت كل ساعة تجيني طلقة، اللي هو ممنوع أبدا يعني أصلا أتواصل مع المستشفى. يعني مثلا تشوف المستشفى أصلا تقرب عليها يعني قبل لا تردوها، لأنه كتير بعيدة عن الولادة. هيك على أساس. فكانت كل ساعة تجيني طلقة. بعدين صارت كل نص ساعة تجيني طلقة، اللي هو بعده كتير بعيد، يعني ممكن هذا الشيء يبلش قبل بأسبوعين من الولادة. الطلق المبكر. المهم حابة بس حط شغلة إنه هذا الولادة كانت جدا مختلفة عن ماريبيل، وكانت كتير أصعب من ماريبيل. يعني هذيك إذا تقدرون تقارنوها إنه ليلة مو سهلة، هاي تقدرون تقارنوها بفيلم رعب. زين هذا يعني الفرق بينهم. يعني أنا كتير سمعت إنه راح تكون ولادة سهلة لأنه ما لي سنة مولدة، فهيدي كانت أصعب بمليار مرة عن ماريبيل. يعني كنت يعني ماريبيل كانت ولادة جنة فيها. المهم حتى هالمرة النساء تدعي لكم. أيوة فقط حالي رح موت. على الساعة 6 الظهر بيحكمني كمان طلق كل نص ساعة. دقيت للمستشفى اللي حولد عليها، واحد لازم يدق قبل، فدقيت. هن بيعرفوا إنه أنا بهالفترة رح أجي ولد، يعني بكون هن قبل بوقت مهيئين مطرح إلي. فدقيت لهم قلت لها أنا كل نص ساعة عم تحكمني طلقة، فإنه بدها تضحك وما بدها تضحك. فقالت لي إنه أكيد ما فيك تيجي، أنت لازم يحكمك 3 طلقات كل 10 دقايق. يعني حتى مش طلقة كل 10 دقايق، 3 طلقات كل 10 دقايق لحق اللي فوت على المستشفى. فقالت لي روحي يعني خليكي بالبيت، وبس يحكمك 3 طلقات كل 10 دقايق يا ميت أهلا وسهلا فيكي. فأنا خلص هي الساعة 6، فأنا خلص إنه ما عندي أمل اليوم ولد، يمكن بكرة. الساعة 7 يعني بعدها ب30 دقيقة بيحكمني 4 طلقات كل 10 دقايق. قامت تصيح ويا امها مرورة يعني مش طبيعي انه بنص ساعة يتغير هالقد الوضع. كنت عم موت بالبيت، بس انا خلص انا من نص ساعة حكيت الحكيمة وقالت لي ما تجي، انه انت ما حفيك تجي، انه وهذا الشيء ما حيتغير بهالسرعة، انه بده مينيموم ساعات طويلة. المهم رجعت دقيت، فرجعت ردت نفس الممرضة، قلت لها عم يحكمني كل 10 دقايق 4 طلقات تقريبا. قالت لي انه انت حكيتيني من نص ساعة لانه في شيء غلط. ما قالت لي تعي وما قالت لي خليكي بالبيت، انه لانه بتخاف تكذبني ويطلع معي حق. هو منيح ما كذبتني، بس قالت لي مثل ما بدك مثل ما بتحسي فيك تجي ونرجع بنرجعك على البيت. حملنا وحالنا طلعنا، يعني خلال ساعة مشينا على المستشفى. رايحين نجيب اخوك، رايحين نجيب زيوني، يس يس يس. انت رح تضلين بالبيت؟ مرورة ايش قد ما تقدرين عذبيها لتيتا، اعملي لها ددي ددي. ريم مستعدة تتركين بنتج ل6 ساعات، اكثر من 6 ساعات، يمكن يوم كامل. يعني اقول لكم شغله والله العظيم، ريم على وشك تولد بس ما تريد تطلع من البيت ما تترك ماريبيل، يعني تريد تنتظر لاخر ثانيه. يلا بعد ما تقدر تتحمل الالم يلا تقول يلا امشي نروح. اكون صريح وياكم، ايدي على قلبي، خايف لا تروح تولد هنا. مشينا على المستشفى، والشيء اللي صار معي بالسياره راح اقول لكم ايش صار هنا. هي شنو كانت تريد تسوي بالاول؟ توصل للوقت اللي ماريبيل تتعب بيه وتروح تنام، على مود لا تحس بالوقت اللي احنا ما موجودين بيه بالبيت. بس ما قدرت. فانا قلت لها ريم يعني انت اذا تخاطرين تولدين بالبيت على مود بس انه هي تروح تنام، مو هي راح تظل ويا امك، احنا ليش جينا للسويد؟ هي امها تساعدنا بهذا راح نمر بيه. المهم فقالت لي لا خلاص لازم هسه نروح. ضبطنا الوضع، حطينا كل شيء بالسياره وعلى الطريق للمستشفى. كانت تقول لي انت ما جوعان؟ قلت لها بلي يعني انه بس عادي بعدين اكل مو مهم. قالت لا خلاص يعني هسه الطلق راح، اخذ ودينا على الماكدونالدز هيك نروح نطلب اكل. قلت لها اوكي. شنو شعورك هسه ساعات قبل الولاده؟ وجع، قررت في عمار يتوجع بدل. لا هلا شعوري بس انه بدي ماريبيل. بس بدك ماريبيل؟ طلبت فقالوا لي اوقف على جنب ايه وانتظر الاكل هم يجيبوا لك اياه. هاي قامت تعيط عياط
انا قاعد يمها هاي هي ناب السياره وانا انا اذا بوعي والله العظيم هذا الشعور اللي حسيت فيه، حسيت اريد اموت على بود لا اعيش هاي اللحظه اللي عشتها. قلت ها راح تولد بالسياره، واذا ولدت بالسياره انا راح يغمى علي، انا ما راح اتحمل. أنا فتحت الباب ركضت جوا على المطعم قلت لهم الاكل بسرعه. بعد هو بيفكر بالاكل. لا بس انه قلت لها عوف لك وامشي، قالت لا خليك. وريمون. فانا حتى عمار عم بالي انت حتولدي انه بالسياره، قال له انا لا واحنا تقريبا هسه صرنا 10 دقائق بعيدين من المستشفى. انا قال له ليه قال له لا، لانه بعدني عم فكر بانه انا من ساعه قالت لي الدكتوره الحكيمه قالت لي انه الممرضه قالت لي ما تجي، فانا انه ما بعرف ليش عم بتوجع على القد، بس اكيد مش ولاده هيك فكرت. المهم اخذ الاكلات، اهم شيء اخذنا البرجر وما اكلتها يعني. بس رحنا على المستشفى. نوصل على غرفة الولادة بتفحصنا، بتحكمني طلقة، فالممرضة شوي بتنصدم فيي، فحصتنا وقالت لي انه انت كيف بعد ما جيتي، لانه انت هلا رح تولدي. فانا كان ممكن ولد بالسيارة 100%، وكان ممكن ولد بالبيت. فشو اللي صار بهالنص ساعة أنا ما بعرف. فقلت لها إنه أنا إنه هلا، قالت لي إيه أنت هلا حتولدي، يعني غيري ثيابك وطلعي على التخت، يعني هلا في ولادة. فأنا بعدني بالصدمة إنه أنا عبنا إجي ويرجعوا يبعتوني على البيت، فانصدمت إنه أنا هلا حولد، ودغري فاتوا الممرضات كلهم وجهزوا حالهم فبعدني بالصدمة. فبقول لها إنه أنا ما حق آخذ شيء لأنه أنا عم موت من الوجع. بتقلي لا حنقدر نعطيك إبرة الظهر ولا إبرة الرحم ولا أي شيء كبنج. فأنا قلت براسي يلا ما بيأثر، إنه إذا هلأ حولد. ما كنت عارفة بعد شو ناطرني من الوجع، كنت بعدني هيك. يا ساعة وصلنا على المستشفى احنا؟ هلأ أنا عم بحكي مع الممرضات الساعة 8:30. 8:30 اوكي جهزت حالي وكل شيء. استراحة، سجلنا كملة الفيديو ربع ساعة عم نحكي وخلصنا الفيديو وعم نحط ايدنا. والله العظيم هاي الكاميرا يرادلها شنو؟ تكسير. عم نحط ايدنا بدنا نطفي لأن خلصنا، بتطفي البطارية وبينمحى كل شيء. فاتوا الممرضات الجداد ليغيرون الشفت. فحصتنا الجديدة بتقلي انت بعد بتلحقي تاخدي إبرة الظهر. فأنا هون كيفت، بس بنفس الوقت عارفة إنه أنا ما حقدر أخدها لإبرة الظهر لأنه ما حقدر أثبت من الوجع اللي عم بيصير معي. بفوت اللي بده يعطيني إبرة الظهر الحكيم. هنا أصعب شيء كان إنه نخلي ريم تثبت، لأن ريم يعني ما أقول لكم كانت لازم إيد واحدة مني وإيد من الممرضة الثانية وكانت تيجي تسوي لنا، فعبالك قاعدين ببلم. أنا عارفة يعني أنا مبسوطة إنه حيعطيني إبرة الظهر، بس عارفة ما حيقدر إثبت، فكمان عارفة ما حيقدر أخدها. وبتذكر عم بتطلع بعيونها للممرضة، يعني عم بتطلع بعيونها قد ما عم بيصير فيي، عم بقلها أنا عم موت نايمينة. فهي مش إنه وقاحة، هي متدربة على هيدا الشيء، فهي إنه بتفنجر عيونها وبتطلع فيه لأنه هي واقفة ورا. بتقلي ما حننيمك وانت رح تولدي طبيعي وحتخلصي. فأنا بالنسبة إلي إنه الشيء اللي عم بحسه، لأنه مثل ما قلت أول شيء ما أخذت أي بنج، فالشيء اللي عم بحسه عن جد أنا قريبة للموت وما حدا عم بيساعدني. كأنه تعرفون شو وقت ولدت ريم؟ يجيبون هذا الدكتور اللي يسوي لها إبرة الظهر. هو بده يحط الإبرة عشان نقول لهم ولدت. الدكتور ما عرف شو يسوي بعد، لأن هو جاي يحط هاي الإبرة ويروح. شاف واحدة قاعدة تتولد. من älskling. Oj, gussi. Nej, حبيبي. Nej. جايب لها أوباي الريم وإلي جايب لي قهوة. ضبطينا الوضع يعني. شوفوا
انا مثل ما قلت لكم كنت راح اسميه زين، بس اعتقد غيرت رايي بعد الشيء اللي شفته اليوم. اخلي ريم تختار الاسم حتى لو هي خسرت التحدي اللي كان بيناتنا، بس راح اخليها تختار الاسم لان هو هي حسيت شوي ما مقتنعه بزين. ف شنو ببالك ريم انت؟ يا زين يا ريان. يا زين يا ريان. انا احب الاسمين، ف راح اخلي ريم هي تقرر بعد اللي شفته انا اليوم. مالي قلب انا اقول والله انا بختار الاسم. بكره بنشوف. انا هون اجى ريان وطلعوه على صدري مثل كل عاده، بس انا ابدا ما كان بدي اياه على صدري وقتها، لانه كان بعدها تتوجع وتقول لهم يمكن اكو بعد طفل، لان فانا اقول لهم الطلق بعدها مستمر. الطلق العادي النظامي مش انه خف، لا طلق نظامي كانه عم بعدني عم ولد حدا. فانا اقول لهم بعد في شيء، لانه انا بعدني عم ولد، بعدني عم بطلق، انه مش قادره اركز مع ريان، لانه بتذكر ماريبيل اول ما ولدت اختفى كل الوجع واستمتعت فيها وانبسطت، بس هون بعدني عم بطلق يعني عادي. فقديش ابره الظهر كان لها فايده بماريبيل مش طبيعي يعني شايلت انا بقول 90% من يلي كان المفروض حسه. ونحن فكرنا ولادي كانت صعبه تاعت ماريبيل، بس هاي فيلم رعب كان، فهيك انه ولد من دون اي شيء، انه عادي كان مولده بالبيت او مولده بالشارع، شعور مش طبيعي. جابوا لي حكيم نفساني وهو عن جد هي منا غلط يعني، بس انه دقت لي حكيم نفسانيه امبارح لانه عم تقول انا بعتقد انت لازم تحكي عن الموضوع. قلت لها فعلا لازم احكي عن الموضوع. ماريبيل مرورة ماريبيل بصي للبيبي، بصي لخيك، بصي. اول جمعه كانت كثير صعبه لانه مثل ما قلت لكم ماريبيل مرضت، صارت هي بدها الاهتمام كله 100%. كثير بكيت، كثير كنت زعلانه اول اسبوع، ما كنت واول يومين 3 ايام ما نايمين احنا يعني، ما اكتئبت، ما حسيت، ما يعني بعد هلا ما حاسه حالي حاكتئب او كئيبه مثل ما اكتئبت بماريبيل. ماريبيل كان الكآبه اللي اجتني كانت غريبه جدا. يعني كان عندنا ضيوف هذيك اليوم قالوا لي انه خي عم تحكي وتاخذي وتعطي. لما جينا زرناكي وقت ولدتي ماريبيل كنت مثل المجنونه، يعني كنت هيك صفنه بالحيط نحكي معك ما تردي، جايين يعملوا لي زياره تخيلوا. فلا هالمره ابدا ما حاسه هيك، بس حتى لو كانت اصعب بس في تعب، يعني في تعب. هم كانوا يقولوا لنا طفلين تحت عمر السنتين كلش صعب، وهذا من صدق. يعني انتم اكيد هسه تلاحظون انه احنا مقصرين هوايه، واكثر شيء بدنا ننزل عليه هو انستغرام وتيك توك وستوريات، لان هو هذا صراحه بدنا نلحق عليه. انتم كنتوا ويانا من بدايه الطريق لما كنا بس انا وريم، بعدين صار عندنا ماريبيل وهسه ريان، فنريد نشكركم من كل قلبنا يعني على كل دعمكم وعلى كل دعواتكم الحلوه معنا. وانتوا عائلتنا الكبيره، هاي عائلتنا الصغيره، انتوا عائلتنا الكبيره، انتوا كبرتوا معنا، يعني مش انه غلطوا 3 سنين، لا انتوا بنيتوا عائله معنا. اي والله. كتار فكرتوا انه انا فكرت انه لما حولد ماريبيل حيكتر المحتوى، حيكون عنا محتوى عائلي. بس لاحظت اذا بدي عن جد اعطي اهتمام لماريبيل، كان انا ورا كان عمار، فانا لازم غيب يعني عن السوشيال ميديا لحتى كون معها. ما بدي اعمل محتوى براسها، يعني اذا مرضت ما بدي احط لكم بنتي دخلت مستشفى تعوا معها. ما حابه استغل اي شيء بخص اولاد. اللي حابه يقولوا هلا انتوا كملتوا معنا وشو راح تكملوا معنا. فانا وعمار متفقين من قبل انه يكون عندنا 2 بيبيز حتى نحط كل طاقتنا عليهم، والحمد لله الله بعتنا بنت وصبي. فنحن الحمد لله مكتفين هلا، حاليا بس فايتين بالحيط. فنحن بنتشكركم على صبركم معنا. اذا انتم موجودين باليوتيوب ما موجودين على المنصات الثانيه مثل تيك توك وانستغرام، تابعونا هناك راح تشوفونا اكثر هناك ان شاء الله. صح. وشكرا صدق على كل شيء. كان يوم صعب بس بنفس الوقت بس خلص التعب مارين
صار قلب للحلو، قلب للفرحة والسعادة. ارجع اذكر انه كل وحده وجسمها، المستشفى اللي هي فيها بتختلف وشكل، فما حدا ياخذ قصتي على حاله. ومثل ما قلت لكم الفيديو انقطع، ربع ساعة تصوير راح. فواحدة من الشغلات اللي قلتها أني كانت تقدر تكون الولادة كلش أسهل من هيك. حاولوا تروحون من وقت للمستشفى إذا حسيتوا إنه خلاص راح تولدون، وما تنتظروا مثل ما إحنا سوينا. هذا كل العذاب اللي مرينا به لأن تأخرنا بالروح على المستشفى، وإنه طلبنا أكل يمكن آخر 5 دقائق قبل ما نروح على المستشفى وبس. وشكرا على كل شيء. We love you، وإن شاء الله نحاول ما نقطع أوقات طويلة ونرجع. هاي متعودين نقولها بالأخير. يلا باي.